هو الكابتن حسام حسن عنده افكار تكتيكيه ولا ماشي معاه بالبركه؟ ده اللي هيقوله لنا السبوره دلوقتي. على الورق المفروض احنا بنلعب ب 4 3 3، لكن هي مش كده. دلوقتي ده المفروض كوكا هو اللي باك شمال. لا يا حبيبي، انت هتنزل لي هنا كده، هتعمل لي مع مروان عطيه 2 بيفوت على الدايره. ليه؟ عشان محمد عبد المنعم هيفتح الخط هنا وهنعمل استريتش الملعب. طب وقت ما محمد عبد المنعم هيعمل كده، كوكا هينزل هنا. فالمفروض في هنا عندي انصاف مساحات، هنا زيزو وهنا تريزيجيه. المفروض زيزو وتريزيجيه هم اللي يخش هنا، بس الخطه مش كده خالص. هتخش هنا مرموش وتريزيجيه هو اللي هيفتح معاك على الخط، ويجي مكان تريزيجيه كوكا. تمام. فاحنا كده بقينا بنهاجم بكام واحد؟ 5 وراهم واحد، ادي كده 6 لعيبه. طيب الانسب لده العب ب3 ورا عادي جدا، وشيل محمد هاني وحط لي لعيب مدافع عادي جدا، وحط محمود صابر، واتفرج على محمود صابر جنب مروان عطيه. فانا بالتالي وقت ما انا بهاجم، خش يا تريزيجيه انت في انصاف المساحات، افتح يا مرموش هنا، خش يا مصطفى يا محمد صلاح هيخش له العمق، زيزو هيروح هو لناحيه اليمين. وقت ما انا بدافع زيزو هيخش هنا كوينج باك. فانا بالتالي عرفت استفاد من زيزو وهو فاتح الخط، ويعمل لي الاوفر لمصطفى محمد ولعمر مرموش اللي جاي من هنا. وقت ما انا هعمل الاوفر ولما الكره هتبقى على الارض، لا فانا عندي 2 لعيبه بيلعبوا جامد جدا، محمد صلاح وعمر مرموش، هيعرفوا يخدموا لي على الراجل ده. هل الكابتن حسام حسن بيعمل كده عشان هو دي اختياراته للعيبه؟ لا، الكابتن حسام حسن عنده قناعات. انا لازم يكون كل اللعيبه بتاعتي زي الراجل ده اللي هو مين؟ مروان عطيه. ده احسن لعيب في منتخب مصر في فتره الكابتن حسام حسن. لعيب عنده 3 رئات، بيشوط وبيباص وبيغطي مساحات وبيعمل كل حاجه. فهي دي النوعيه اللي هتلعب. حط على ده كله محمد عبد المنعم، اللاعب رقم 1 في افريقيا في خط الدفاع. تمريرات كسر الخطوط، هتقدر يعني تكسر الخط الاولاني والخط الثاني وتوصل لي الكوره في الحته دي كلها، حته المعمعه. فالكابتن حسام حسن لا عنده افكار، بس ادوا له وقته.